تعجبني معاشرة الناس البسيطة الذين لا يفتخرون بشيء في هذه الحياة سوى أخلاقهم، ولا يهمهم من هذه الدنيا سوى الابتسامة والتواضع. وخلي هالمعلومة عندك: التواضع الزائد عن الحد الطبيعي يدفع الآخرين للاستهانة فيك وينقص من هيبة حضورك. وبعدين ما حد أحسن من حدا، وأنا شخصيا ما بشوف حالي ولا بتكبر على اللي إلي. السلام عليكم الغزالات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بصحه جيده وتكون اموركم كلها طيبه ان شاء الله. اليوم جيت باش نشارك معكم فيديو جديد في نهار جديد. الفيديو ان شاء الله كما شفتوا معايا في المقتطفات فيه بزاف ديال الحويجات. واول حاجه بديت معكم هو الفطور ديالي المتواضع. هنا البنات نض الصباح طحنت امل وصايبتو وجدتو صافي وجدت الفطور انا وسهيل باش نفطروا. بزاف يسولوني على هذا الكاس البنات. شريت واحد جوج ديال الكيسه من الشاطره من دوك صحاب الخارج، صادفت هاد جوج كويسات خديتهم شي 15 درهم الواحد. الصراحه عجبوني بزاف لان مضوبلين، ومهم ماشي قضيه مضوبلين قاصحين، يعني جاجهم غلات شويه، فايته واخده واحد صغير عليهم خديته بشي 30 درهم. وجاجو رقيق كان نخاف عليه بزاف. دابا شريت جوج من هادو. ايوا المهم البنات واخا هما كبار ولكن زويونين في القهيوه. المهم كما كتشوفوا معايا هنا جالسه كنفطر انا وسهيل. قبل ما غادي نوض ان شاء الله باش غادي نخمل السيجور. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد حاجه، هو انني قررت انني باش نفطم زايد. وبزاف ديال الناس اللي عرفوني بانني فطمت زايد لان صفتو عند صاحبتي وانا توحشته بزاف بزاف. المهم بغيت ندير هذا الفيديو هذا باش نهضر على كيفاش زعما علاش صفتو، لان بزاف تيقولوا لي علاش صفتيه عند صاحبتك، لان كنت درت واحد ستوري وكتبت فيه توحشتك وهذا، وسولوني بزاف البنات. المهم البنات غادي نشرح لكم كيفاش في هذا الفيديو ان شاء الله. المهم انا البنات حاولت مع ولدي بزاف، ما عرفتش واش حتى نتوما كاين شي وحده تكون بحالي ولا لا. المهم انا البنات حاولت مع ولدي بزاف باش انني نفطمو. بالحق هو متعلق بالرضاعه بزاف، يعني ما كينعش هو عمره مني تزاد عمره ما نعس بلا رضاعه، يعني ضروري خصو يشد البزوله عاد ينعس. المهم هنا البنات كما تشوفوا راني جالسه كنخمل السيجور وانا كنهضر معاكم. المهم كما قلت لكم البنات، بالنسبه لزايد تمحلت معاه باش نقطع له الرضاعه، ما كتبش انني نقطع له يعني يبقى معايا، هذاك الشيء باش اضطريت انني نخليه مع صاحبتي. دابا كما كتعرفوا بدايه ديال العطله وصافي قالت لي صاحبتي شنو واش بان لك محد، يعني كاينه بنتها معاها اللي تقابل معاه اللي تقابلوا زعما. صافي المهم وقررت قلت صافي لان مسكين ما كياكلش مزيان. انا عندي يعني الرضاعه ديالي ما نفعتوش في صحته الصراحه، اللي كما كتشوفوا معايا ضعيف، ماشي بحال تبارك الله كاينين الناس اللي كيرضعوا الوليدات. انا البنات راه تحت الكاميرا. اللي كيرضعوا الوليدات ديالهم تبارك الله كيكون زعما كيكون الوليد صحيح. انا ولدي لا، ومؤخرا نقص لي بزاف لان ما كيرضعش، مره تروح كيمرض كيهبط بزاف. المهم هادشي علاش انا حاولت انني نصيفطو عند صاحبتي غير باش هو يبعد عليه، لانه هو بنهار ممكن كندير فيها البزار كيعيفها ما كيبغيش ياكلها، ولكن بالليل كيخصو ينعس. راه الا حاولتي معاه ينعس زعما في الليل وهذا، راه منين كتجي واحد كتجي مثلا 3 ديال الصباح راه كينوض يبكي واحد البكاء هستيري لدرجه صافي ما كنبغيش يعني نقلق الناس ناعسين، والليل هذاك كنضطر انني نعطيها ليه. فهمتوا داكشي علاش انا بغيت نبعد ولدي عليا يعني من حدايا باش انا ما نحنش ونعطيها ليه وهو كذلك يكون مرتاح. والحمد لله كل نهار كنسول فيه راه غادي مزيان. الحمد لله كان كيصيفطوا لي الفيديوهات ديالو كنشوفو، هضرت معاه يعني اليوم هضرت انا وياه. والمهم بهذه المناسبه ديال الرضاعه انا غادي ندير له واحد حفيله غير صغيره بيناتنا حنا في وسط العائله، وغادي اخذت له واحد الكادو اللي غادي تشوفوه معايا في الفيديو. المهم بغيت نفرح به ونعوضو ديك هاد 3 ايام اللي هو غبر عليا فيها يعني. ايوا المهم البنات دابا غادي نوريكم كيفاش البنات تغيير السيجور كيفاش بدلته. هنا البنات بدلته بهاد الطلامط القدام اللي كانوا عندي باش ندير ديك الاجواء ديال الخريف ونغيروا النفسيه شويه ونستقبلوا فصل ديال الخريف والشتاء على خير وتكون نفسيتنا مزيانه، لان التغيير كيعطينا واحد الطاقه جديده. هذاك الشيء باش الانسان الى لقى ما يغير غير يغير الله يجعله يعني. انا من النوع اللي كنبغي مثلا اليوم تلقاو راسي هنا غدا تلقاوه
عليه. المهم كيعجبني التغيير بزاف. كما كتشوفوا هنايا صايبت الطبله ديال الماكله، كنت مدخلها للكوزينه ولكن كان زايد كيهز لي الكراسه كيبدا يطلع ليا فوق البوطاج، المهم كيروني بهم، اضطريت نعاود نخرجها لبوسط الدار. ايوا كما كتشوفوا درنا واحد التخميله عميقه وحاولنا نقادو فيها هذا باش منين يجي يلقى داكشي مغير. هنا صايبت الطبيله، درت هادوك هادو ديال لاطابل اللي كنت شاركتهم معكم في واحد الفيديو. هنا هاد الطبيصلات البنات اللي تسولوا عليهم خديتهم البنات غير من داكشي ديال صحاب الخارج. كنت تنقلب على في الكحل ما لقيتهمش لا في الجديد ولا في القديم. المهم خديت هذوك ديال الدجاج ترونسبارون لان عندي بزاف ديال المعينات اللي زعما ترونسبارون باش يتواتاو لي معاهم. كما كتشوفوا حتى الصاله راني قلبت البنات المخدات باش نغير حتى الشكل ديال الصاله ما خملتهاش حيت خصها حتى هي نحيد لها الطلامط الصراحه ونصبنا. والسجار البنات شوفوا والله الا فرحت به. هنا البنات غدت الزربيه لان زايد مكرفسها ليا بزاف ودابا ماشي لقيتها باش نهزها ونصبنها. داكشي باش درت لها غير هذاك ساهل انني باش كنحيدو كنصبن. هذاك غير واحد الكوفر لي البنات كان عندي الغطا ديال الناموسيه وعندي فداك اللون هكاك سامبل والظهر ديالو بغيون فيه واحد الثوب كنقلبوا على هذاك وكنديرو تيجيني ساهل نصبنو. ايوا هنا كما كتشوفوا هانتوما دايره دابا في التلفازه داكشي ديال المدفاه وهذا. المهم شوفوا حنا كنغيروا من نفسيتنا وصافي وتا حنا كنتعاندوا وتا انا كتعجبني مره انا ماشي هكا ولكن مره كيعجبني نغير وتنحط واحد الطبيله بحال اي واحد يعني نقادها ونتولها وصافي. المهم كما كتشوفوا راني كنحاول نوصل لكم لي ديتاي شنو الديكوراسيون داكشي اللي خدمته باش نديكوريه داكشي العادي يعني ماشي زعما كلفت على راسي. داكشي اللي عندي هو اللي قضيت به. حاليا انا موقفه بزاف انني نشري شي حاجه باغا نغير بزاف ديال الحوايج ولكن موقفه ما يمكنليش ناخذ دابا حتى شي حاجه في هذه المده هذه في هذه الفتره اللي انا فيها دابا. ان شاء الله كنتمنى الامور تتحسن وان شاء الله نسمع اخبار جديده ولا حويجات اللي هما جدادين اللي باش نقدر حتى انا نتحرك لينا دابا حاسه براسي انني مربوطه. ايوا دابا البنات غادي نشارك معكم المريض الجهوي للصناعه التقليديه. غادي ندير معكم جوله فيه وغادي نشوفوا الاعمال اليدويه اللي داكشي اللي مخدوم باليد. كما كتشوفوا هنايا هادشي ديال التوازن ديال التدرس وهادشي ديال الصوف. هنا البنات كما كتشوفوا معايا هادشي ديال الخشب اثاث منزلي. عرفتي شي حوايج لي طوب عرفتي واحد المرايات بهذا ديالهم كيكونوا في الدخله ديال الباب ويلي عرفتي واعرين شوفوا كي دايرين. راه ما دخلتش حتى لداخل لان كاينين الكراسه وداكشي مزير صافي تنصور داكشي عشوائي. هنا البنات دخلت لهذا المحل كنت باغا دوك المعلقات الصغيورين بحال هكا مثلا فاش كون كنصور معكم شي هكا العطريه مي داكشي هكا زعما حيت كتعجبني داكشي الخشب 10 دراهم الحبه عرفتي صغيورين ب 10 دراهم ورقيقين ماشي حتى صحيحين صما خديتهمش كنت بناقص. ايوا المهم كما كتشوفوا هنايا كندير لكم هكا جوله لهادشي اللي تيتخدم باليد. الصراحه هذا المعرض هذا نور مدينه توازن ودار واحد الرواج اللي زوين يعني كاين من كما كتشوفوا كاين واحد السهرات كيديروهم الناس تبارك الله جايين من كاع المناطق يعني ديال مدينه توازن. المهم انا كيعجبني الصراحه كما كتكون المدينه مزدهره كيكون الرواج اختي. انا كما كتشوفوا البنات كنصور معكم حتى هادشي هذا ديال التفاس اللي هو مختص بهادشي ديال النحاس اللي غزال كيحمقني انا هادشي البلدي انا راه كيسطيني ما كرهش. عرفتي شنو شهوتي البنات شهوتي ندير جلسه بلديه ديال اتاي ونديرها بداكشي ديال التصواني بهذوك شنو كنقول لهم دوك الطباق ولا شنو الفولي كاع. المهم داكشي راكم عارفين زيدوا بعقلكم. شوفوا البنات هنا واحد التريات بالنحاس منقوشين باليد عرفتوا داكشي راه كيحمق الصراحه. اللي خطا علينا الصناعه التقليديه ديالنا والجليج المغربي والرخام هانتوما كما كتشوفوا حتى الرخام المهم كلشي مصايبين به تبارك الله شحال من حاجه يعني راه عندنا الذهب تبارك الله راه ماشي يعني الصناعه. ايوا المهم كما كتشوفوا هانتوما الحجيرات وهادشي ممكن نحاول ندير لكم لقطه. المهم ما نطولش عليكم نخليكم مع جوله في المعرض ونتلاقاو.
البنات غادي نشارك معكم هذا المحل هذا اللي كيصايب هادشي ديال الجليلبات ديال البرد. الصراحه كيصايبوا هادشي زوين والناس دراوش، وبغيت نتعاون معاهم. مما البنات هما كاينين في السويق، ناس يلاه كيبادين واحد المراه ورجلها اللي اش غادي نقول لكم، ناس دراوش بزاف ويلا كيبادين وباغيين يعرفوا بالصناعه ديالهم. يمكن كيصايبوا بحال هادشي هذا. كيصايبوا البنات واحد الملايات اللي كيداروها هكا، مثلا تقدروا تغطيو بهم ديروهم فوق الناموسيه، تقدروا ديروهم فوق الفتيات، تقدروا تلمطوا بهم يعني تطلامطوا داكشي وديروا شي جلسه هكا بلديه. انا ان شاء الله غادي نصايب بها شي، نقدر نصايب بها شي جلسه، نقدر نصايب شي جلسه اللي هكا بلديه جبليه على حقها وطريقها ان شاء الله. نتوما كما كتشوفوا هاد الغطا، عرفتوا يا البنات ديال الصوف شحال رطبه، شحال رطبه وسخونه، غزاله غزاله ما محمقاتني. هذه البنات قال لي كدير 120 درهم، والله لا ثمنها زعما لا بالصوف باش مخدومه لا اليد اللي خدماتها زعما راه رخيصه، يعني وحق لا جاتني رخيصه بسوم 120 درهم رخيصه. والمخاد على ما اظن قال لي واقيلا شي 25 درهم المخده باش كيخدموا. غادي نخلي لكم البنات النمره ديالهم في صندوق الوصف بالنسبه للناس ديال توازا اللي بغات هكا تتعاون معاهم وتاخذ من عندهم حتى هما شي حاجه ما فيها باس. نعاونوا هاد الناس. انتم عبد الرحيم بي المهم ما عرفتش واش قلتها هي ديك، راه كاينين البنات في السويقه. المهم غادي نخلي لكم النمره ديالتهم في صندوق الوصف. صافي كما كتشوفوا. المهم انا كنكمل الجوله ديالي في المعرض، وهاد الناس هادو بغيت نهضر عليهم لان بغاوني انني نهضر عليهم، وقلت ما فيها باس يعني نتعاونوا معاهم في زعما هكا. الله يسهل عليهم يا ربي. ودابا الغزالات غادي نشارك معكم اشنو خديت البنات هاد الدرازه ولا ما شنو كيقولوا لها. المهم هذه بحال الشكل ديال ديريها يا اما بحال شكل الفواطه تتجمالك نصك وكتسخنك في هذا البرد، يا اما كنديروها للخبز. المهم انا خديتها باش نلويها على جنابي في هذا البرد هذا. كما شفتوا معايا الصباح راني كنت ملويه عليها واحد الشان. هذاك الشيء باش منين خرجت وانا نقول راه ناخذ هذه باش تدرك لك نصك. وهذا الا كنت لابسه يعني شي كتمه ولا شي حاجه. خديت هنا البنات النوغا، خديت النوغا عاديه وخديت نوغا هكا دايرينها بالنوازيت وبلا كاجو وبالكركاع. خديت هذه منها غير شويه، غير واحد الربعه صغيره، والاخرى خديت منها ربعه كبيره. الثمن ديالهم هذيك اللي بنوازيت زعما، وهذا هذيك كدير شي 120 درهم والاخرى كدير شي 60 درهم بحال هكا الثمن. ايوا خديت البنات هاد الطويوه هذه اللي تشهيت فيها، شفتها قلت هذه تشهيت فيها واحد هذا شنو نقولوا حسوه ديال تدفي ديال هاد البرد هذا النيت كما كتشوفوا، ونقدر نطيب فيها شي مريقه. المهم عجباتني وتشهيتها هكاك طويوه نديه. وخديت البنات هاد الكورميطه اللي راكم شفتوها معايا في الفيديو، كنت كنتساوم مع مولاها، ولكن البنات راني تقشمت واحد التقشيمه، هو انها خديتها ب 75 درهم من عنده. فاش طلعنا سول سهيل لقاها ب 50 درهم عند مول النقره، يعني اللي بغات تاخذ الولده راهي ب 75 درهم، راهي ب 50 درهم. ودابا الغزالات وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى من الفيديو ديالي يكون الاعجاب ديالكم. شكرا على المتابعه ديالكم. بغيت نقول لكم راه اختكم كتنساوها من واحد لي لايك. كنتمنى ديروا لي لايك وتخليوا لي تعليق كيف جاكم التغيير اللي درتو في الدار. وشكرا على حسن المتابعه ديالكم. السلام عليكم.